السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله نشرح لكم السلسلة رقم 15. قبل ما نبداو ما تنسوش تشاركوا على القناة كود مارو كريم باش يوصلكم جديد عن تعليم السياقة وقانون السير. أول حاجة هاتوا أسئلة الامتحان. بالنسبة أنا نقرأ لكم السؤال وانتوما ديروا بوز وجاوبوا عاد شوفوا الشرح ديال أي سؤال باش تشاركوا معايا في الأسئلة إن شاء الله. بداو على بركة الله. السؤال رقم 1، ندوز الجواب 1، نوقف الجواب 2. هنا كما كيبان لنا في الصورة عندنا الضوء الأخضر وعندنا إعطاء حق الأسبقية اليمين واليسار. هنايا كما قلنا البوليسي هو اللي كيحكم، موراه الضوء عاد العلامات. كما كيبان لنا هنايا عندنا الضوء هو اللي يغلب العلامة، إذا الضوء الخضر ندوز. الجواب الصحيح هو رقم 1. كنمشيو لهنا وكنبركو على الواحد تولينا بالحمر وكتقيد لنا هنايا. ديك الساعة إلا بغيتي دير فاليدي، ديك الساعة إلا مبغيتيش مديرهاش. نتجاوز هاد العربة مرة وحدة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. لا يمكن ما قلنا نتجاوز هاد العربات، زعما هاد 2 عربات مرة وحدة، إذا لا. هنايا عندنا الخط متصل فراه ممنوع التجاوز والسيارة جاية وفاس معانا، إذا في هاد الحالة فراه التجاوز ممنوع. الجواب صحيح هو رقم 2. ابتداء بهاد العلامة حركة السير غادي تكون في اتجاهين. الجواب 1. حركة السير غادي تكون في اتجاه 1. الجواب 2. كما كيبان هادي علامة الخطر فهي علامة متقدمة. جميع علامات الخطر علامة متقدمة بغير هاد العلامة. هاد العلامة بوحدها اللي كتقول لك راه من العلامة تولي الطريق كدي وتجيب. كما كيبان لنا هنايا، هنا دايرين لنا واحد الدخلة كما دايرين لنا هنايا، عاوتاني خط هنايا تولي الطريق كدي، وهاد الطريق هادي كتجيب من العلامة. إذا حركة السير غادي تكون في اتجاهين، هاي سهم كيدي وسهم كيجيب. الجواب الصحيح هو رقم 1. يمكن لي نتوقف قبل العلامة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. كما كيبان لنا هنايا علامة منع التوقف هي هذه، كتكون فيها شرطة واحدة. علامة منع الوقوف والتوقف كتكون فيها 2 شرطات. بالنسبة شنو هو الوقوف وشنو هو التوقف؟ الوقوف هو تركن العربة غير باش تنزل شي كليان، شي راجل او تطلع شي واحد ولا تاخد شي صخرة. اما بالنسبة للتوقف فهو كتحط الطوموبيلة ديالك وتمشي بحالك. بالنسبة كما قلنا هي كتحط الطوموبيلة ديالك وتمشي بحالك. اذا هاد العلامة ممنوع التوقف، هما كيهضروا لنا يمكن لي نتوقف، اذا كيهضروا لنا على هاد السهم قبل. السهم كيشوف في الارض كيعني قبل العلامة ممنوع التوقف، بعد العلامة راه مسموح التوقف. يمكن لي نتوقف قبل العلامة لا. الجواب الصحيح هو رقم 2. وضعي المناسب باش نغير اتجاه اليسار. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. بالنسبة هنايا كما كيبان لنا طريق ذات اتجاه 1، هو كيبان لنا الخط متصل على اليسار. هاد الطريق غير كتدي. باش ندور على اليسار راه خصني نوقف هنايا. الا بغيت ندور على اليمين خصني نوقف هنايا. ها هي الفولا ديالي هذا الاتجاه، اذا وضعي مناسب خصني ندوز لهنا باش ندور على اليسار. خصني نوقف هنا باش ندور على اليمين. يمكن لي حتى هنايا ندور على اليسار. اذا هنايا راه الوضع ديالي مناسب. الجواب الصحيح هو رقم 1. يمكن لي ندور على اليسار. نعم الجواب 1. ندور على اليمين. الجواب 2. بالنسبة لنا كما كيبان لنا هاد علامة الإجبار راه فيه سهم غادي اليمين وسهم غادي اليسار، إذا يمكن لي ندور على اليمين ويمكن لي ندور على اليسار. الجواب الصحيح هو رقم 1 و 2. هاد الصيغة كتشير على أن الحق الأسبقية اللي جاي من اليمين. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. بالنسبة هنايا عندنا
ثلاثة أنواع الصيوات. عندنا الصيوة اللي كله بيض كيعلن على ملتقى الطرق، راه غير كيحدد لنا ملتقى الطرق باش حنا كنكونو جايين من البعيد كيبان لنا غير الرؤية، ما كيعطيناش القاعدة واش اليمين يدوز ولا اليسار يدوز، كيبين لنا غير ملتقى الطرق. راك هانت قربتي لملتقى الطرق كيولي باين لك الملتقى الطرق. والمنعرج كيكون الناس ديالهم بالاحمر، كيكون في شي مناطق جبلية باش تيلا تحت الثلج كيبان الناس ديالو بالاحمر، كيبان لك المنعرج. وكاين عاوتاني صيوة ماشي الراس ديالو بالاحمر، كيكون في الوسط، هذاك ما كاينش تقريبا في المغرب. اذا هنايا الصيوة كله بيض فراه كيعني على ملتقى الطرق، ما كيقولناش القاعدة الاسبقية. اذا الجواب صحيح هو رقم 2. بالواجب نرجع لليمن. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. هنايا كما كيبان لنا راه قمنا بغينا نقومو بعملية التجاوز، وهنايا الشتا ثلج والرؤية غير واضحة، راه بالواجب نرجع لليمن، نبقى في اليمين ديالي ما ندوبلش. إذا الجواب الصحيح كما كيبان لنا هو رقم 1. الإشارات الطرقية كتمنع المرور. الدراجات الجواب 1. الدراجات النارية العادية الجواب 2. بالنسبة هنايا بغيت نشير لواحد الملحوظة. بالنسبة ملي كنشوفو بيكالا ممنوع المرور فكتعني جميع أنواع الدراجات. أما إلا كانت دراجة نارية عادية فراه كتمنع الدراجة نارية عادية والدراجة هوائية اللي كما كيبانو لنا هنا في الصورة. أما إلا كانت دراجة سريعة فكتمنع غير الدراجة سريعة. بالنسبة هنا كما كيبان لنا هذه هي الدراجات كتمنعهم، وهذه الدراجات نارية عادية، وكاينة الدراجة نارية سريعة. إذا هنا كما كيبان لنا هاي الدراجات والدراجة النارية عادية. إذا الجواب صحيح هو 1 و 2. إلا كان الممر خاوي يمكن لي ندوز بلا ما نوقف. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. بالنسبة عندنا 2 أنواع ديال السكة حديدية. كاين سكة حديدية كاين سكة حديدية بالحاجز، وكاين سكة حديدية بلا حاجز. هاد بالنسبة اللي فيها التران هي اللي كتكون بلا حاجز، إذا راه تكون فيها قف أو ضوء خصني ضروري نوقف وعاد ندوز واخا تكون الطريق خاوية. إلا كان الممر خاوي يمكن لي ندوز بلا ما نوقف. لا الجواب الصحيح هو رقم 2. يمكن لي السير بأضواء التقابل. نعم الجواب 1. بأضواء الوضع وحدها الجواب 2. بأضواء الضبابة اللي القدام الجواب 3. بأضواء الضبابة اللي في الخلف الجواب 4. بالنسبة هنايا في الشتا السويغلاس طالع، إذا كنمشيو بأضواء التقابل وأضواء الضبابة الأمامية. في الضبابة والثلج كنمشيو أضواء التقابل أضواء الضبابة الأمامية والخلفية. شنو قلنا؟ الشتا تقابل الضبابة القدام، الثلج والضبابة تقابل الضبابة اللور القدام. إذا هنا الجواب الصحيح هو 1 و 3. ملي كتكون العربة ديالي مجهزة بأكياس الواقية. رابط حزام السلامة هو إجباري الجواب 1. اختياري الجواب 2. ملي كتكون عندنا لا بي اس عفوا الأ بي ار اللي هي هاد الباك هذا، فحزام السلامة كيبقى إجباري، هذا غير كيكمل الدور ديال حزام السلامة. كنتي ديال حزام السلامة وقدر الله وقعت حادثة، راه واخا حزام السلامة كتلاح شوية كتضرب كتخرج الايرباك، إذا ايرباك كيكمل دور حزام السلامة. إذا ماشي يولي حزام السلامة إلا عندنا الايرباك اختياري يولي إجباري علينا. الجواب صحيح هو رقم 1. الإشارات الطرقية كتشير على أن المكان كيتواجدوا فيه الأطفال. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. هنا كما كيبان لنا التصوير الطرقي كيعلم بلا أن هناك أطفال.
كتكون هذه حدا مدرسة أو حديقة أو ملعب. بالنسبة المكان بالنسبة لممر لاجيلين راه كيكون هنا رسمي لك ممر لاجيلين في العلامة. كنسوق بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، يمكن لي نتجاوز؟ نعم. إجابة 1 لا. إجابة 2. هنايا كما كيبان عندنا سؤال الحياس كيقولك شد ليبل ديالك، وهنايا داير لنا ممنوع التجاوز. واخا كنسوق غير ب80 راه ممنوع التجاوز عليا. الجواب الصحيح هو رقم 2. هاد المكان خاص بالناس المعاقين. نعم. الجواب 1 لا. الجواب 2. بالنسبة لهاد المكان فممنوع فيه التوقف، خاص غير بالمعاقين. راه في الماتريكيل كتكون واحد الرمز بلا السيارة خاصة غير بالمعاقين، إلا ما كانتش فيها راه كيقوموا بحجز السيارة. الجواب الصحيح هو رقم 1. كاين خطر الانزلاق في هاد الطريق. نعم. الجواب 1 لا. الجواب 2. وبالنسبة هنايا عندنا الشتا كثيرة، فأنا ضروري كاين خطر الانزلاق في هاد الطريق. باش نتجنبوا الخطر الانزلاق راه ماشي الحصر، ما عندوش علاقة بالحصر، خصنا غير السرعة نقلو منها. إلا قللنا من السرعة واخا شدينا الحصر شدينا الفران ما تزلقش بينا. أما إلا كنا غاديين بسرعة وشدينا الفران فالسيارة كتفقد السيطرة وكتزلق بينا. إذا باش نتجنبوا خطر الانزلاق راه مخصناش نمشيو بسرعة. كاين خطر الانزلاق في هاد الطريق؟ نعم كاين. الجواب الصحيح هو رقم 1. يمكن لي السير بأضواء التقابل. الجواب 1. بأضواء الطريق. الجواب 2. بأضواء الضبابة الأمامية. الجواب 3. بأضواء الضبابة الخلفية. الجواب 4. بالنسبة هنايا كما كيبان كما قلنا في الثلج أو الضبابة فراه كنمشيو بأضواء التقابل والضبابة الأمامية والخلفية. بالنسبة لهاد الأسئلة ديال الضبابة والشتا والثلج فراني كنعاودهم بزاف لأن ضروري كيتحطو في أي واحد دوز راه كيتحطولو هاد الأسئلة ديال الضبابة والثلج والشتا، كتحط داك علامة الإجبار ديال 30 وكتحط لكم داك السؤال اللي كتزلق لي السيارة من الخلف واش نفراني نقوم بالحصر نعم ولا، واش ندور اليمين ولا اليسار. بالنسبة لهاد الأسئلة راه ضروري كيتحطو لأي واحد، وكيتحطو وكتحط عاوتاني ديال التوقف، مسافة التوقف ومسافة الوقوف ومسافة الأمان. هادو كيتحطو ضروري في أي سلسلة في الامتحان مشيتو دوزتو راه كيحطو لكم دابا كيعطيوكم 30 في المتناول الجامع. 30 ساهلين، 10 نتا وزهرك. مرة كيحطو 10 متوسطين، مرة يحطو لك بحال دابا شي 5 صعاب و5 ما بيهمش. ولكن بحال دابا انا كنحاول نسهل لكم، كنحط لكم حتى داك الأسئلة اللي كيكونوا في الامتحان غير الصورة غتكون مبدلة. المهم انا كنحاول نقول لكم الأسئلة اللي كيكونوا بزاف واخا ما تلقاوهمش في سيارة التعليم. نكملو هنايا كما قلنا في الضبابة كنمشيو بالتقابل، أضواء الضبابة الأمامية والخلفية. عدم وجود إشارات طرقية على الأرض كيشكل خطر عند القيادة. نعم. الجواب 1 لا. الجواب 2. بالنسبة ديما هادي حاجة طبيعية، هنا في الصورة ما عندنا لا علامة لا إشارات أفقية لا إشارات عمودية، ما عندنا لا اللي مرسوم في الأرض لا البلاكة. إذا في غياب تشوير طرقي راه كيكون هناك خطر عند القيادة. إذا الجواب الصحيح هو رقم 1. بالنسبة يمكن لي نتجاوز على اليسار. نعم. الجواب 1 لا. الجواب 2. على اليمين. نعم. الجواب 3 لا. الجواب 4. بالنسبة لي حنا في طريق السيار ها هو الخط متصل على اليسار، هذا مسلك السير العادي، هذا مسلك التجاوز، هذا شريط الوقوف الاستعجالي. هنايا بشريط الوقوف الاستعجالي خاص توقف غير عند عطب، ما يمكنليش نتوقف فيه إلا كنت عادي باغي نرتاح كنمشي حتى لمحل الاستراحة. هنايا غير إلا كنت باغي إلا عندي عطب وبغيت نتوقف هنايا. أما باش نتجاوز منه لا، ديما التجاوز كيكون على اليسار، عمرو كيكون على اليمين، كيكون في حالة وحدة إلا كانت على الطريق على اليمين كافي
والسيارة اللي قبالتي باغا تدور على اليسار، ديك الساعة عاد مسموح ندور على اليمين. هنايا هذا ماشي مسلك، كما كيبان لنا المسلك كيكون عريض، راه المسلك كيكون أكثر 2.60 متر اللي هي أعرض عربة. أعرض عربة هي عربة شاحنة تبريد كتكون فيها 2.60. ضروري المسلك كيديروه كبير على 2.60 باش داك العربة تقدر دوز. أما هادو جوج المسالك راه يكونوا فيهم أكثر من 2.60. حاشية الطريق راه كتكون صغيرة، هي شريط الوقوف استعجال. يمكن لي نتجاوز على اليسار إجابة جوج هي الصحيحة، لا ما يمكنليش. عفوا على اليسار يمكن لي، نعم، حيت التجاوز كيكون على اليسار. وعلى اليمين لا ما يمكنليش. ولكن دابا حنا هضرنا لكم غير على التشوير، خصنا قبل ما نتجاوز كنشوف الطريق واش كدي ولا كتجيب. هاد الطريق قلنا طريق السيارة غير كتدي، السيارة غادا، إذا يمكن لي نتجاوز. ولكن حنايا هنايا كنشوفو في المرايا. المرايا ديما كنقسموها على جوج، هذا مسلك التجاوز وهذا مسلك السير. هاهي في مسلك التجاوز كاينه واحد العربة هنايا، السيارة راها كتقوم بالتجاوز. إذا في هاد الحالة راه ميمكنليش ندوبل. أما إلا ما كانتش فراه يمكن لي ندوبل، لأن الطريق غير كتدي. هادشي على اليسار. أما اليمين فراه ممنوع منعا كليا نتجاوز بشريط الوقوف استعجالي. إذا هنايا راه ما يمكن لي ندوبل لا على اليمين لا على اليسار في هاد الحالة. أما في الواقع راه يمكن لي ندوبل على اليسار إلا ما كانش هاد السيارة. الجواب صحيح هو 2.4. نستعمل المنبه الصوتي. نعم، الجواب 1 لا الجواب 2. بالنسبة بغيت نشير لواحد الإشارة، المنبه الصوتي ممنوع منعا كليا في المدينة، ماشي بحال في الواقع كما كنشاهدو السيارات غير كيكلاكسوني، فهذاك ممنوع منعا كليا. مسموح في حالة خطر، ماشي أي تسمعو في حالة خطر غير كيكون شي خطر بسيط كتبقى تكلاكسوني. لا، خطر وشيك خصك ضروري تكلاكسوني. اما غير الا كانت شي حاجه دايزه تبقى تكلاكسوني بحال هاد السيده دايزه تكلاكسوني، هذا كيتسمى خطر. ولكن خطر وشيك ما جاياليش في وسط الطريق، ما يمكنليش ننبه بالمنبه الصوتي لانها نخلعها. اذا الجواب صحيح هو رقم 2. نتمنى يعجبكم الشرح، وما تبخلوش علينا بلايك الفيديو وتبارطاجيو، وان شاء الله تلقاو في السلسله رقم 16. حاولوا تتابعوا من سلسلة 1 حتى 16 و 31 حتى 40. بالنسبة للتتمة ديال 16 راني كنحاول نصوبو في أقرب وقت باش نحطو لكم، وإن شاء الله كنوعدكم بالنسبة اللي كيدوز من سلسلة 1 حتى 40 في هاد القناة راه يكون عندو الامتحان ديال الكود ساهل، يبقى لنا كولدويت السودان، ونحاول كما قلت لكم نسالي هادشي نطرق لكم السوغان ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع.